خلاف بين إدارة الاتحاد والعبود حول الرحيل. رئيس نادي أبها يرد على العمري ويحدد شرطين لقبول عرض الاتحاد. خطوة من بوجبا صوب الاتحاد. نادي الاتحاد يستعين بشركة أوروبية خلال معسكر الطائف. 3 كوارث تدق أجراس الخطر في نادي الاتحاد. العميد يبدأ معسكر الطائف بمشاركة بنزيما وكانتي وجوتا. مرحبا بكم عشاق نادي الاتحاد في كل مكان، نتمنى منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد يخص العميد. والآن إلى التفاصيل. كشفت تقارير صحفية اليوم عن آخر مستجدات رحيل اللاعب عبد الرحمن العبود جناح نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب ما نشرته صحيفة اليوم السعودية، فإن إدارة نادي الاتحاد حاولت طيلة الفترة الماضية إقناع البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق بالعدول عن قراره بخصوص رحيل اللاعب عبد الرحمن العبود، ولكنه رفض ذلك وتمسك بغياب اللاعب عن معسكر العميد الذي بدأ في مدينة الطائف. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن إدارة نادي الاتحاد تريد رحيل اللاعب عبد الرحمن العبود على سبيل الإعارة في الصيف الجاري، ولكن اللاعب يتمسك بالرحيل نهائيا عكس رغبة الإدارة. ويمتلك اللاعب عبد الرحمن العبود عدة عروض للرحيل عن نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكانت تقارير صحفية ذكرت مؤخرا أن هناك مفاوضات بين إدارة الهلال والاتحاد حول صفقة تبادلية تتضمن محمد كنو وعبد الرحمن العبود. وفي سياق آخر، علق أحمد الحديثي رئيس نادي أبها على غضب صالح العمري لاعب الفريق بسبب تعثر مفاوضات انتقاله إلى الاتحاد في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث دخلت إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات جادة مع نظيرتها في أبها خلال الأيام الماضية من أجل الظفر بخدمات صالح العمري الذي يتبقى له عام واحد في عقده مع أبها. هذا وقد انتقد العمري تعامل إدارة أبها مع عرض الاتحاد المطروح، مشيرا إلى أن هناك تجاهل لرغبته في الرحيل ومبالغة في المقابل المادي المطلوب للموافقة على بيع المدة المتبقية من عقده هذا الصيف. ومن جهته قال الحديثي في تصريحاته عبر صحيفة الرياضية السعودية أنه يستغرب بشدة اللغط المحيط بالمفاوضات الخاصة باللاعب صالح العمري، مؤكدا أن موقف إدارته ثابت ويتعامل باستراتيجية واضحة واحترافية عالية. وأشار الحديثي إلى أنه ينظر لأمرين في المفاوضات الخاصة بلاعبي أبها، وهي أن تكون بشكل مباشر من رئيس النادي وبمبالغ مناسبة توازي مستوى اللاعبين. وأضاف رئيس أبها قائلا أن زمن الضغوطات الإعلامية والجماهيرية من الأندية الكبيرة لبقية الأندية قد انتهى، في ظل ارتفاع مستوى الاحترافية في رياضة كرة القدم وزيادة الطموحات والتطور الفني الكبير لمستوى أندية دوري المحترفين والدعم المالي والمعنوي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمتابعة من وزارة الرياضة واتحاد الكرة. وأشار الحديثي أيضا أن التفاوض بخصوص صالح العمري إذا لم يكن احترافيا والمبلغ لا يوازي مستوياته الفنية التي قدمها خلال مشواره مع أبها فلن يتنازل عنه النادي، وسينتهي المطاف باستمراره في موسمه الرابع. كما أشاد رئيس أبها بمشوار صالح العمري مع الفريق في الفترة الماضية حتى أصبح أهم اللاعبين السعوديين بحسب ما تبينه الأرقام والإحصائيات. وضرب الحديثي مثلا باحترافية مفاوضات خالد البلطان رئيس الشباب السابق للتعامل مع رياض شراحيلي، وتمت خلالها مراعاة الناديين واللاعب. وكان اللاعب صالح العمري قد أشار في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن إدارة أبها لم تلتزم باتفاقها معه حول السماح له بالرحيل في حال تلقيه عرض انتقال مناسب. وذكر العمري أنه لم يكن يتمنى الوصول لهذه المرحلة التي أجبر فيها على التحدث عن الموضوع، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد خلال الفترة الصيفية الجارية. ومن جهة أخرى، ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الفرنسي بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس تلقى عرضا هائلا من نادي الاتحاد السعودي في محاولة لضمه خلال الصيف. وبحسب دي ماريزيو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس إيطاليا، فإن نادي الاتحاد عرض على بوجبا راتبا ضخما بحيث يحصل الفرنسي على 100 مليون يورو خلال 3 سنوات. وأضاف أن بوجبا لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن الانتقال للسعودية، لافتا إلى أنه سيتم فهم موقفه خلال الساعات المقبلة. وأشار الصحفي أيضا إلى أن بوجبا يتواجد حاليا في السعودية، كما زار مرافق نادي الاتحاد في إشارة لإمكانية انضمامه للفريق. ومر اللاعب بوجبا بموسم معقد وكارثي مع يوفنتوس بعدما تعرض لسلسلة من الإصابات التي منعته من اللعب لعدة أشهر، حيث لعب بول بوجبا في الموسم الماضي بالدوري الإيطالي 6 مباريات، 5 منها كان لاعبا بديلا ومباراة واحدة فقط كأساسي. وجدير بالذكر أن الاتحاد نجح في ضم لاعبين فرنسيين
بينهما كريم بنزيما وانغولو كانتي ما قد يلعب دورا في إقناع بوجبا بارتداء قميص بطل الدوري السعودي. وفي سياق منفصل، استعانت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي بشركة أوروبية خلال فترة معسكر الفريق الأول لكرة القدم في محافظة الطائف في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد، حيث انطلق معسكر نادي الاتحاد اليوم الاثنين ويستمر حتى يوم 26 من شهر يوليو الجاري، ليبدأ بعدها المشاركة في دوري المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023. ولقد نجحت إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع شركة أوروبية، وذلك من أجل عمل قياسات للاعبين بالإضافة إلى متابعتهم عن قرب ورصد الجهد المبذول على غرار الأندية العالمية. كما وضعت هذه الشركة الأوروبية نظاما غذائيا للاعبين بناء على طلب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، حسب ما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أمس الأحد. هذا وواصل لاعبو فريق الاتحاد إجراء الفحوصات الطبية لليوم الثالث على التوالي، حسب ما ذكر النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ومن الجدير ذكره أن إدارة نادي الاتحاد وفرت مقرا إضافيا في المعسكر تحسب المسافة التي غطاها اللاعب والسرعة القصوى التي وصل إليها مع قياس ضربات قلبه. هذا ولقد انطلق معسكر نادي الاتحاد في مدينة الطائف استعدادا للموسم الجديد، ويستمر حتى موعد انطلاق كأس الملك سلمان للأندية الأبطال في اليوم 27 من يوليو الحالي، فيما خلت قائمة محترفي العميد الأجانب من القائد أحمد حجازي بعدما استقر مسؤولو النادي على إسقاط اسمه على أن يتم إعادته في الانتقالات الشتوية بعدما يستعيد كامل جاهزيته البدنية والفنية. ولقد تضمنت قائمة أجانب الاتحاد كل من كريم بنزيما وانغولو كانتي وجواو فيليبي، بالإضافة إلى رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، وطارق حامد، وإيغور كورنادو، والحارس مارسيلو غروهي. ولم تحسم إدارة نادي الاتحاد مصير طارق حامد مع الفريق حتى الآن، وأصبح استمراره معلق بقدرة الإدارة على التعاقد مع لاعب محور عالمي، فيما طلب نونو سانتو التعاقد مع لاعب محور جيد على أن يكون مركزه الأساسي اللعب في مركز قلب الدفاع. وفي حال عدم التعاقد مع لاعب وسط مدافع، فسوف تتم المفاضلة بين طارق حامد وكورنادو على استمرار أحدهما ورحيل الآخر. ولقد رفض نونو سانتو فكرة عودة الثلاثي عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني لعدم حاجته لهم. وفي سياق آخر، يعيش الاتحاد فترة سعيدة خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن حقق العميد لقب الدوري المحلي، بينما تأهل لمونديال الأندية، كما استطاع حسم صفقات كبرى من العيار الثقيل بعد أن ضم كريم بنزيما وانغولو كانتي وجواو فيليبي. ولكن خلف تلك الأفراح بوادر لأزمات قادمة استشعرتها جماهير الاتحاد، وباتت تنبه بخطرها بكل الطرق الممكنة، لتدشن حملات لمخاطبة إدارة النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الأزمة التي يبدو أن الاتحاد بصدد مواجهتها عاجلا أم آجلا هي مشكلة أعمار اللاعبين الأجانب الذين تتجاوز أعمارهم باستثناء جوتا المنضم أخيرا 30 عاما، وخوفا من مخاطر الإجهاد والإصابات العضلية والإرهاق وحتى الابتعاد عن اللياقة الذهنية، سيكون أمر وارد في الموسم المقبل الذي يصادف مشاركة الاتحاد في العديد من البطولات على مدار الموسم، حيث أن معدل أعمار الأجانب يفتح الباب أمام خطر تغيير ما قد يزيد عن 7 محترفين دفعة واحدة في غضون موسمين فقط. أما الأزمة الثانية تكمن في ابتعاد الإدارة حتى اللحظة عن التعاقد مع الصفقات النوعية ذات الأغراض الفنية المفيدة للفريق بعيدا عن النجوم أصحاب الجماهيرية والشعبية الواسعة. وبهذا فإن مشاكل الاتحاد لا تنتهي عند ذلك الحد، بل تسبب نونو سانتو في تخوفات جديدة لدى الجماهير بعد الأزمة مع ثلاثي الفريق المستبعد بقيادة عبد الرحمن العبود، والذي سيمثل رحيله استفادة للفرق المنافسة، وهو الأمر الذي ينظر إليه في ظل تركيز البرتغالي على الخلاف فقط مع لاعبيه. كانت هذه أبرز أخبار نادي الاتحاد لهذا اليوم. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.